قبل ما نبدأ الفيلم يا ريت كلنا نعمل اشتراك ولايكك الجميل، ويلا بينا نبدأ. بجاك ستون بيكون ضابط سابق وعمل قبل كده سطو مسلح على بنك تابع للمافيا الروسية، يكون دارس كل حاجة، المخازن فين وكمان الفلوس، وده حارس السجن ومعاه فلوس وعايز يوصلها لبلاد زعيم مافيا روسي وتاجر مخدرات جوه السجن، واخد السجن كمقر الشغل يدير منه العصابات وتهريب المخدرات. السجون بتكون مأمنة كويس جدا وفي غرفة لبلان محدش بيدخلها، كل غرف شغله متأمنة ومحدش بيعرف مكانها. كمان الحراس متعاونين مع بلام في شغل، ودول مجموعة سجناء جدد ومنهم الضابط جاك ستون متهم بقتل ضابط وعملية سطو مسلح على بنك، وفي ضابط ضربه في بطنه ده بيرحب بيه. نرجع فلاش باك ونعرف انه سرق مستندات من البنك هو واتنين زمايله، عشان المستندات دي بتدين رجال شرطة ناس متهمين بتهريب المخدرات مع رئيس المافيا بلان. بعد ما جاك خد الفلوس وكمان المستندات وطلع من البنك، الشرطة كانت محاصرة المكان وقتلت الاتنين اللي مع جاك. جاك قدر انه يهرب وساب شنطة المستندات في جراج العربيات. في واحد بياخد الشنطة ولما وصل لمكان معين في ضابط وقفه، ضابط قال له اقلع القناع اللي انت لابسه، ولما قلعه الضابط اتصدم جدا ان جاك هو كمان ضابط زميله، وخده ووقع بيه من فوق المبنى والضابط مات. بس جاك فضل عايش، والشخص اللي خد الشنطة من الجراج يروح يحط شنطة المستندات قدام غرفة صحفيه اسمها تريشا. روح تفتح الشنطه بتلاقي ورق ومستندات. الاول ما كانتش تعرف هو ورق ايه، لكن بعدين عرفت انه ورق مهم بيدين رئيس العصابه بلام. في الوقت ده جاك كان في السجن وكل المساجين بيتريقوا ويتنمروا عليه، شمتانين فيه لانه هو اللي كان ساجنهم ايام ما كان ظابط. قرب منه مسجون اسمه سيميون يحاول يضايقه ويضربه، لكن جاك ضربه هو واصحابه لحد ما الحراس جم وخدوا سيميون لحبس انفرادي. بعد الغداء خدوا جاك لمكان عشان يكلم رئيس العصابه بلام من خلال كاميرا. نعرف ان كان بينهم حرب كبيره ايام ما كان ظابط. بلام كان محذره ان هو ما يتدخلش في اي عمليه اجراميه جوه السجن الا هيقتله زي ما قتل مراته، لكن جاك مش بيرد عليه، وبالليل دخل عليه 3 سجناء واقتحم عليه السجن، لكن جاك مسكهم وضربهم واحد واحد لحد ما وقعهم على الارض لانه كان ضابط قديم محترف. في الوقت ده الصحفيه تريشا كانت بتدور في المستندات وبتتاكد من صحتها، تعرف قصه جاك ستون كلها. تروح تقابل المدعي العام جونسون عشان تقول له على كل المعلومات اللي عرفتها. كان الحارس بتاعه رفض ان هي تشوفه، لكن فضلت وراه لحد فعلا ما كلمته. قالت له ان في ضباط كتير كانوا مشاركين مع بلام في كل الجرائم القتل اللي عملها. لا هاتي كل المستندات اللي معاكي عشان اشوفها في اقرب وقت. جاك بيرجع لزنزانته وكان ماسك السلسله اللي كانت جايبها له مراته قبل ما تموت. دخل عليه واحد اسمه ويليام مسؤول عن نظافه السجن، بيقول له انت مش خايف من بلام؟ قال له لا مش خايف. جاك ساله عن مكان بلام فين، قال له انا مش عارف لكن هو في مكان سري. بلام كان مجمع ناس كتير في السجن بيعاقبهم عشان كانوا شغالين لحسابهم في السجن. كان بيعاقب بنت معاهم لانها ضربت بنت الشغاله مع بلام. كان معاهم ابن عمه اللي عاوز يقتل جاك وفشل لهم ان ده ممكن يعلي اسم جاك على اسمه، محدد $100,000 مكافاه للي يقتل جاك. مهمه متاحه للمساجين وكمان الحراس. ويليام راح لجاك لما عرف الكلام ده، والمساجين تاني يوم بيتجمعوا. فجاه هجموا عليه عشان عاوزين يقتلوه وياخدوا الجايزه، كان قدر يتغلب عليهم كلهم بمساعده ويليام اللي مستغرب منه ان هو بيساعده. قال له انت مين يا عم، لكن بيسيبه يمشي. ونروح لجونسون اللي كان بيتكلم بلام وبينبهه ان في صحفيه اسمها تريشا معاها كل المعلومات عنك ومع الرجال، كمان عارفه موضوع تهريب المخدرات، وبنعرف هنا ان هم شغالين مع بعض. بلام بيكون مستغرب ان هي عارفه كل المعلومات دي لان خزنه السجن اتحرقت. قال له حاول تخلص منها واقتلها وهو هيقتل جاك جوه السجن. نروح لجاك وهو لوحده في الزنزانه، بيدخل عليه 3 من الحراس بتوع السجن وبيقدر يضربه، وهو ماشي بيقف قدامه كذا واحد من عصابة بلام. قال لهم انتوا لو قتلتوني $100,000 هتتوزع عليهم كلهم، وانتوا كل واحد فيكم هياخد 11,000 بس، والمبلغ مش مستاهل كل المخاطرة دي. وبيسمعوا كلامه وكمان بيكونوا خايفين منه لانهم شافوه وهو بيضرب الحراس. شوف ألينا بتتفق مع ويليام المسؤول عن التنظيف، تستفز كات اللي بتشتغل مع بلام وفعلا بتضربها. ضربتها وقعت على الارض وعملت نفسها اغمى عليها عشان الحراس ياخدوها ويودوها المستشفى. لما راحت المستشفى والدكاتره سابوها ومشيوا، بتقوم تاخد ازازتين كحول تحطهم في جردل التنظيف بتاع ويليام. اخدت منه المفتاح بتاع السرداب اللي في السقف. تبدا تشوف اماكن السجن كله وبتكتب خريطه السجن على بطنها، وتشوف الغرفه اللي فيها بلام وكمان غرفه الحراس. تسجل كل حاجه وبترجع مكانها ويكون قدامها الممرضه اللي ويليام بيتكلم معاها وبيلهيها عشان ما تشوفش ألينا. تريشا راحت لجون بتساله عن حقيقه شغله مع المافيا، بتقول له ان هي عرفت ان مراته اتقتلت ولكن هو بيقول لها مش حقيقي، كان شغال
اشتغل مع ضابط وعرف معلومات كتير عن المافيا الروسيه، بلغ بيها صاحبه اللي خانه وبعت له رجاله في بيته عشان يقتله، لكن ما ماتش ومراته هي اللي ماتت قدام عينه. بيطلع هو ده الضابط اللي قتله وبيدخل بسببه السجن، وقال لها ان هو اللي جاب لها المستندات وبيطلب منها انها تستخدمهم صح. ويليام بيجي يقف مع جاك وبيقول له ان هو مش عامل نظافه ولا عجوز ولا حاجه، هو متنكر وقاعد في السجن لمهمه معينه، يكون ضابط مباحث فيدراليه وبقاله 6 شهور بس في السجن عشان يوصل لمستندات تدين بلام. بيطلب منه المستندات اللي تدينه عشان يقفل القضيه. هم واقفين بيتهجموا عليهم ورجاله بلام وبيتجرأوا عليه بعد ما كانوا بيخافوا منه، لكن جاك كمان ضربهم، وويليام بيوقع واحد من فوق قدام المساجين. واردن مأمور السجن استغل الموقف وطلب منه 10,000 دولار عشان ما يروحش يقول لبلام على اللي حصل في رجالته. ألينا استغلت فرصة خروج بلام لما ويليام جاب له إشارة بزيارة بنته اللي بتكتشف إن أبوها لسه عايش، تعرف إن هو بتاع مخدرات بتسيبه وتمشي، وألينا بتاخد حبات هلوسة وبتعمل نفسها عيانة عشان الحراس ياخدوها المستشفى. فعلا خدوها للمستشفى وبتهجم عليهم هي وويليام، خلوهم في غرفة وحبسوهم وبياخدوا الكحول اللي كان معاهم وبيحطوا فيه منوم. تبدأ تمشي في السرداب وويليام بيطلع من البوابات، بدأوا يرشوا المنوم في غرفة المراقبة عشان يعرفوا يتحكموا فيها. ويليام بيتكلم جاك عشان يوصله لغرفة بلام عشان ينتقم منه، هو ده هدف جاك اصلا عشان ياخد حقه منه. يعدي نص الليل بمساعدة ويليام وألينا وهو لابس لبس الحراس، لكن برضه الحراس بيحسوا بحاجة غريبة جوه غرفة المراقبة، بدأوا يخبطوا على الباب وكده جاك هيقابلهم لوحده. وجاك بيطلب من ويليام ان هو يفتح بوابات السجن عند الرجالة وكمان الستات عشان يحصل فوضى كبيرة والمساجين يقابلوا الحراس، وفعلا ده اللي حصل. المساجين بدأت تتحرك ويضربوا في بعض وكمان بيضربوا الحراس. في نفس الوقت تريشا بتتصدم من صاحبتها انها راح تقتلها بأوامر من وداع العام، دفعت عليها السلاح وطلبت منها الورق وكل المستندات اللي معاها، بس تريشا قامت ودفعت عن نفسها وبتقاومها لحد ما دخل عليهم ضابط من المباحث الفيدرالية. في الاخر بيقتل أليسون، وألين بتروح تنتقم من كات عشان كانت بتذلها طول فترة السجن، بس بيهاجمها 3 بنات معاهم سكاكين، بس بلام بيحس بغدر الحراس اللي معاه، يضربهم ويسيبهم ويطلع بره عشان عاوز يوصل لجاك. جاك اصلا هو اللي عاوز يوصل له وبيكون في مواجهة كل السجناء عشان عاوزين الجايزة، لكن فعلا سيميون بيضربه بالسكينة في بطنه كذا طعن، لكن بيفوق بعد كده لما بيسمع صوت بلام ويقوم عشان يروح له، وفعلا راح واتخانق معاه. فضلوا يضربوا في بعض لكن جاك كان بيضربه بقوة عشان ينتقم منه. اول ما وصلوا القوات الخاصة بتلاقي جثة بلام بس، ومش بيلاقوا جاك لان جاك هرب. وبعدها راح لويليام وألينا وبيقول لهم ان هو قتل بلام، انتقم لمراته اللي ماتت قدام عينه بأبشع الطرق وكان السبب في دخول السجن وكمان موته لصاحبه. اخر الفيلم بيتقبض على كل المسؤولين في الجرائم الكبيره زي تجاره المخدرات، ومنهم المدعي العام والمأمور عشان كانوا بيساعدوا في الجرائم جوه السجن. وكمان جاك بيكمل بقيه المده بتاعته بعد ما عالجوه، قالوا له ان عقوبتك هتتخفف، وبكده انتقم وخد حقه والعدل انتصر. نيجي لنهايه الفيلم وننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام.